بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله موضوعنا هيبقى النهارده عن زراعة الفجل يا جماعة. طبعا عشان ما يفشلش معاك، وطبعا علشان لما انت تزرعه ما يطلعش معاك غزير. ان شاء الله اقول لك على طريقة مهمة جدا تزرع بيها يا جماعة، ومفيدة جدا علشان تزرع الفجل معاك فوق سطح بيتك. ادي يا جماعة بذور الفجل، علشان اللي ما يعرفهاش يعرفها بالشكل اللي حضراتكم شايفين ده. طبعا انت يا جماعه تحضر القصيص بتاعك ايا كان القصيص بتاعك. طبعا انا زرع في شكاره يا جماعه، بس عشان تديك الشكل الدوير اللي حضراتكم شايفينه ده لازم انك تعمل لها حاجه من تحت. وطبعا ده كل في فيديو عندي على القناه يعلمك ازاي تقدر تعمل قصيص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بدون ما تتعب ولا تروح تشتري اي قصيص من بره. طبعا بس قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتشتركوا في القناه وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. صل على محمد، صل على افضل الصلاة محمد، صل والسلام. على محمد. وطبعا ما تنسوش تصلوا على النبي اهم حاجة. ويلا بينا نبدأ في الشرح. طبعا احلى مسا عليكم من اخوكم ادهم. طبعا القصيص بتاعكم ده يا جماعة لازم يكون مدور، دي اول هام. تاني هام يا جماعة لازم تكون التربة خفيفة يا جماعة، يعني تكون طين مع رمل مع سماد عضوي يا جماعة اللي هو فضلات الفراخ. وطبعا متضاف عليكم بس. طبعا انا عندي فيديو على القناة لو انت متابعني هتخش تشوفه ازاي اخليك تقدر تعمل كومبست عندك انت في المنزل بدون ما تروح تشتري ايتها كومبست. طبعا بالشكل حضراتكم شايفين ده القصيص اللي احنا قلنا ايه هنزرع فيه. تمام يا جماعة علشان ما يطلعش معاه غزير. بعد كده يا جماعة هنجيب عندنا يا جماعة شوية المية كده، المية بتاعتنا يا جماعة، وابدا ايه نرش سطح التربة بشكل اللي حضراتكم شايفينه. دي اول طريقة هنعملها. طيب عقبال ما يا جماعة ده يكون شرب اللي فيها ده، طبعا يا جماعة بعد كده هنجيب ايه يا جماعة، هنجيب اي حاجة. تمام يا جماعة، وهنبدأ ايه اننا ايه نخرم بيها بالشكل حضراتكم شايفينه. هنبدأ نخرم كده يا جماعة، يا دوب يا جماعة سنة بسيطة لتحت يا جماعة، يعني انت ما تغوطش غير سنة بسيطة بنفس الشكل حضراتكم شايفينه. طبعا لسه التربة ما شربتش المية بتاعتها كده يا جماعة. هنبدأ نخرم بالشكل حضراتكم شايفينه ده على طول يا جماعة لحد. ليه يا جماعة انا بعمل كده؟ علشان الفيل ده يا جماعة بيطلع ايه، بيطلع غزير. لو غزر منك يا جماعة مش هتقدر تاخد منه اي انتاج، عشان هو بيعمل ايه، بيعمل راس تحت. يعني ايه راس؟ يعني بالراس بتاعت المحصول بتاعه يا جماعة بيطلع تحت الارض. انت لازم تديله امكانية علشان يطلع. بعد كده يا جماعة نجيب البذور بتاعتنا ونبدأ نحط من 4 ل5 حبات في النقرة يا جماعة الواحدة. وبعد كده كده احنا يا جماعة هننقلهم كده احنا يا جماعة بعد ما يطلع هنخف منهم بالشكل حضراتكم شايفين ده، ونبدأ نلف عليهم كلهم كده يا جماعة. 4 5 في النقرة بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه كده يا جماعة. نلف عليهم كلهم كده يا جماعة بنفس الشكل حضراتكم شايفينه ده. بعد كده يا جماعة نبدأ نقفل ايه، نقفل النقر بتاعتنا كده يا جماعة. طيب بعد كده يا جماعة احنا عملنا كده وخلاص. لا، هنبدأ نجيب شوية يا جماعة تمام، ونبدأ نرميهم على سطح التربة بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه. عادي يا جماعة تقدر ترمي كده. انا كده لازم ايه، كده يا جماعة بعد ما يطلع انت كده لازم ايه انك تخفه يا جماعة بس. وبعد كده يا جماعة نبدأ نجيب شوية المية بتوعنا، لازم ايه تعدل التربة يا جماعة وتغطيه. بعد كده يا جماعة نجيب شوية مية ونبدأ يا جماعة نحط ايدنا كده بس عشان نحامي البذور بتاعتنا عشان ما تطلعش من التربة. بعد كده يا جماعة نبدأ ايه نسقيه بس يا جماعة، ونسيبها في مكان يكون يا جماعة معرض إلى الشمس يومي، يكون يا جماعة عليه شمس على طول 24 ساعة، يكون مضاف عليها الشمس. وصل عنا